انت ولا انت الا باغي تستثمر في الكريبتو خاصك ضروري تشوف هذا الفيديو. اولا المجال ديال الكريبتو ما متفقينش عليه كاع العلماء، كاين اللي كيقول بانه حلال، كاين اللي كيقول بانه حرام. اللي كيقول بانه حلال كيستند على ان عملات مثل البيتكوين والايثيريوم ممكن يكونوا بحال الذهب ولا الفضه الا كان عندهم استعمال حقيقي في الادخار مثلا او في التبادل، فهذا ممكن ان يكون حلال. وكاين اللي كيقول بانه حرام باسكو المجال ديال الكريبتو ولا العملات الرقميه ما مضمونش ولا فيه المخاطره بزاف، او مثلا كيتستعمل في انشطه محرمه، فهذا الشيء علاش كيقولوا بانهم حرام. ودابا كاين اللي غيقول بزاف منكم دابا واش حلال ولا حرام. تبع معايا حتى الاخر وغادي نقول لك شنو كاين. اولا اللي ممكن يتعتبر حلال هو اذا كان مثل العملات بحال البيتكوين والايثيريوم اللي عندهم استعمال حقيقي، او مثلا اذا كانوا مضمونين بواحد العمله مثل ما يسمى باليو اس دي اس واليو اس دي، اذا كانوا كيتستعملوا في شركات تكنولوجيه اللي عندها فائده واضحه مثل كاردانو وبوليغون. وثلاثه الحوايج حرام في الكريبتو هي اي عمله مرتبطه بالميسر ولا بالكازينو ولا مثلا التداول ولا التعامل مع منصات الاقراض اللي غالبا كتكون ربويه. وثالث حاجه هو الاستعمال ديال الرافعه الماليه اللي كتسمى اللافريج، او البيع بالمكشوف اللي في الشريعه اكدوا العلماء على انه حرام. خلاصه القول، الا بغيتي تطمئن وانت كتستثمر في الكريبتو ركز على البيتكوين والايثيريوم، بعد من لي زاكتيفيتي اللي هي مشبوهه. وما تنساش ايضا دير فولو لاباج ديالنا فينونس حلال بالدارجه اللي كنشروا فيها يوميا خطوات وارشادات باش تعاونك انك تستثمر حلال وتكسب الارباح ديالك. وتسنى الريلات الجيد وتهلا البطل.